أهلا وسهلا فيكن ببي ام توكس أو باسكال ومارلين توكس أو أحاديث باسكال ومارلين. هيدا البودكاست يلي رح يجمع بين الخبرة، الشغف ومتعة الحوار. اخترنا أنه نبلش هيدا المشروع لأنه نحن منآمن بأنه المعرفة هي قوة، وأنه تبادل الخبرات يمكن أنه يكون مفتاح للنمو الشخصي والمهني. نحن بخبرتنا بالقيادة أو الليدرشيب، تواصل الكوميونيكيشن أو التحدث أمام الجمهور البابليك سبيكينج، وأكيد خبرة مارلين بالإتيكات، قررنا إنه نشارككن كل شي تعلمناه على مدار السنين بطريقة قريبة من القلب ومليانة بالقصص، الأمثلة الواقعية وأكيد النصائح العملية. هيدا البودكاست منه مجرد منصة حتى ننقلكن المعرفة وبس، إنما هو مساحة حتى نستمتع فيها بحديثنا مع بعض، لأنه نحن أصحاب قرايب وكتير قراب من بعض، لأنه نحن منحب إنه هيدي الخبرة تكون عم تنتقل لإلكن، ومنعرف إنه الحوارات الصادقة والممتعة هي يلي رح تترك أثر حقيقي. وبكل حلقة رح نناقش مواضيع بتهمكن، نجاوب على أسئلتكن، نعطيكن أدوات تساعدكن على التألق بحياتكن المهنية والشخصية. أنا بدي زيد وقول إنه بهالبودكاست رح نحكي سوا عن كل شيء بخص ناس اللي مثلنا. يعني رح نشوف كيف فينا نتصرف، أكيد بتهذيب، مع شوفر تاكسي، مع حكيم، مع موظف عادي، مع يعني كل فئات المجتمع. أكيد رح نحصل على حقوقنا. مش إنه بالإتيكات ما حنحصل على حقوقنا أبداً. رح نحكي عن الأنوثة قديه بتساعدنا بالحياة، عن الأناقة. رح نحكي عن الإتيكات بس من دون تعقيد أكيد، ومن دون أي تكليف. هلأ رح نسمع قصص حقيقية مثل ما حضرتك قلتي، ونعطي أدوات عملية لنعيش حياتنا بوعي، باحترام، من دون ما نخسر حالنا ونضل نشبه حالنا. ما بدنا نقلد حدا أبداً. أوكي؟ كل شيء صرنا نعرفه عن المشاهير. خلص صار وقت نفكر نحن بحالنا، وصار صدقيني إنه أنا إلي الشرف كون معك دكتورة باسكال، صحيح قريبتي وصديقتي وحبيبتي، بس ولكن قررنا إنه نكون صوت الناس ومش بس للمشاهير. نحن هون لنساعد تكون السيدة أنيقة حتى بالمواقف الصعبة. كمان بدي أقول بدنا نحب حالنا مثل ما منحب الحياة، وصدقيني الحياة تستاهل إنها تنحب. أكيد. مارلين، خليني بلش هيك أسألك، كيف فتي على دومين الاتيكات، وليه الاتيكات، وليه استهوتك هيك هيدا الدومين بحد ذاته؟ شوفي أنا فتت عليها، بلشت بلا ما فكر فيها. يعني أنا ما كنت عارفة إني بدي أعمل اتيكات، مش هيدا اختصاصي. ثقبت إنه سافرت، وكنت بعدني هيك أول طلعتي سافرت على أستراليا، وبالصدفة تعرفت على أشخاص عندهم حسن التصرف شغلي ما بقدر قلك شو حلوة. اتيكات بكل معنى الكلمة، ولكن بشكل مش طبيعي حقيقي. وهيدا كان أنا بالنسبة لإلي الفرق. مش إنه عم بيمثلوا إنه هن طبيعية بيعرفوا، لا، كانوا حقيقية. هالشي خلاني روح اتعلم أنا فنون الاتيكات، لأنه الاتيكات فن. ومن هون بلشت طريقي بالحياة. كانت صعبة، علمتني زيادة قديه الاتيكات ممكن تساعدني. وانفتح لي باب من حضرتك للتلفزيون، من الموت حتى بحياتي الشخصية للحياة. تعلمت إني يكون مصدر طاقة على طول حلوة. وهيدا الشيء لقيته إنه حتى بالوجع الإنسان في يكون
حتى بالخوف كمان في يكون عنده حسن تصرف، وكل الناس بدل ما تبعد عنه بهالأوقات الصعبة تقرب منه أكتر. أنا كل عمري كنت شوفك بالإتيكات. لا يلي ما بيعرف، مارلين هي بنت خالتي، ومن أنا وصغيرة بشوف كل شي بتعمليه هيك بتعمليه بيرفكت، وكنت حب هيك أعمله بهيدي الطريقة، وكنت إنه أقول واو إنه قديه عن جد رايقة، عن جد تتعامل هيك. واسأل مام إلا عن جد ما بيطلع صوتها مارلين أو ما بتعيط أو ما عرفتي، وتقلي إيه خالتك هيك. ومرة صار شي كتير طريف، مش طريف يعني، بس إنه كنا مرة بدفن ومام بدها تمشي، قالت لي قولي لها لخالتك إنه نحنا ماشيين. برمت أنا عيطت لها خالته، قالت لي من كل عقلك خالتك رح ترد عليك. قلت لها ليه؟ قالت لي بدك تقومي لعندها ولا رح تطلع فيكي وتعيطي لها وتحكيها بدينتها، لأنه يعني إذا بدك من الاتيكيت إنه ما عيط أنا أو ما علي صوتي بدفن. فمثل الشاطرة قمت وحكيتها لخالته. وعن جد يعني الواحد كيف هيك بيصير ياخد الاشياء بعائلته، وهيدا ما بيمنع انه نتعلمون على كبر اكيد. مثل ما انت عم تعطي نصايح كتير، في كتير رح يستفيدوا منها لو امهم ما عرفت يمكن هيك حطتهم على الخط السليم. يعني ذكرتيني قدي والدتي كان عندها كانت قاسية، كانت كتير قاسية بتربيتها، بس كل ما أنا عم بكبر كل ما عم بشكرها كل يوم أكتر من يوم. أكيد. صدقيني صحيح كانت حتى بالبيت ممنوع العياط. قديه تكون أوقات معصبة منها، بتعرفي 5 أولاد يعني، قديه تكون معصبة تفوت على أوضتها نحن نبلش نخاف لأنه بدها تعيط لنا واحد ورا التاني. في رماركات بدها تنعطى. ايه الله يرحمه. الله يرحمه. بس علمتنا اشياء كتير حلوه. اكيد وانت عم تعلمينا اشياء احلى واحلى. بدي بهالبودكاست نكون عن جد كتير حقيقيه، ورح نبلش سوا. وحابه كتير انا اعرف انه حضرتك اصلا ما كان كنت بدك تعملي محاميه. صح. شو اللي خليكي تصيري بالإعلام ونجحتي كتير فيه، وكل الناس بتعرف قديه رصينة باسكال الشمالي. ايه إن شاء الله. بقى كيف وصلتي أول شيء أنا بالترمينال ما كنت عارفة شو بدي أعمل، كنت ما في شيء بيستهويني، بس من أنا وصغيرة بالمدرسة عطول بقلد أساتذتي، عطول هيك بحب كون سنتر داتنسيون بقصة إنه هيك ينتبهوا لي ضحكهم، هيك أعمل أشياء هيك تسليهم شوي. وصاحبتي ثاقبت بدها تعمل محامية، قلت أنا إنه صاحبتي الأنتيم فايتة تعمل محامية بفوت معها وبعمل محاماة. داد كان يحبني هيك البس روب المحاماة، بعمل محاماة. هي ذاتها ألين كان خيا يشتغل بالتلفزيون وطلبوا حدا يعمل فيزيوناج يحضر هيك أفلام، وراحت حتى تقدم هي على الشغل. أوكي. وهي وبالشغل هي ورايحة تقدم قالت لي بليز باسكال تعي معي، رحت معها أنا وناطرتها. فجأة بشوفها جاية لعندي عم تقلي باسكال بدون شخصين مش شخص، بتشتغلي معي؟ قلت لها شو بدي اشتغل؟ قالت لي بنحضر افلام واذا في شيء سانسور في شيء هيك فيزيوناج اسمه بتحطي. قلت لها انه قد ايه بيدفعوا؟ بتعلقوا على الشيء اللي اذا في بوسه من شيء لما نحط دعايه بهيدا الوقت، انه قبل هيدي على وقتي كنا نعمل حدا يقعد وهو يعمل الفيزيوناج. فقالت لي قلت لها ما فهمت، بدي اقعد احضر افلام وانا هوايتي المفضله احضر افلام ويدفعوا لي؟ قالت لي ايه؟ قلت لها اكيد. حلو. فتت على هيدا يا ريت في شغل هلا هيك. ايه هلا خلص صار حتى الافلام ما فيك اذا مش دافعه بلاوي ما هي فكره حتى تعرضي. وهلا صار خلص عنا كل النتفليكس وعنا هيدا الاذاعات يلي او تشانلز يلي بتعرض لنا الافلام. فقلت لها اكيد. وكان احلى شيء قبلته بحياتي لان كان احلى شغل لإلي، كتير حبيت وثاقبت. كنت مسجلة تأعمل محاماة. قد ايه كنتوا تقعدوا يعني 2-3 ساعات؟ نو من 2 كان دوامي للساعة 8. اوكي. يعني أحضر شي فيلمين 3 وبذات الوقت قد ما حبيت التلفزيون كنت أنا بعد ما فت على الجامعة، يعني كنت بصيفية تفوت على الجامعة. ما كنت بعد بلشتي؟ نو بس تسجلت. أوكي. سألت وين في راديو تي في
ورحت تسجلت، وكان أحلى شيء عملته لأنه كتير بحب التلفزيون. ولما كتير وقفوني عن التلفزيون، أكيد أنا وبتلفزيون طلبوا مني أقدم، وكنت أرفض واستحي من الكاميرا، وما كتير حب شكلي، وما كتير عندي ثقة كبيرة بحالي، ويقول لي المخرج مبلا، حتى هيك رجعوا أناعوني أطلع قدام الكاميرا وكفيت. غريب قديه بسمع ناس، وانت بتعرفي هالشي، بيعرفوا قديه حضرتك رصينة عن جد، وقديه انت هيك جدية، مش بس في رصانة، ولكن ما بيعرفوا قديه انت عندك روح النكتة. ولا شوي مش كتير. بس انت، نحن بالمجتمع قديه بنجتمع ننطر باسكال لتجي لنحن نحس انه الجو كله تغير. غريب هالشي ما بيبين على التي في. لأن عنا هيدي الكوتي يلي هو من أهلنا اخدينا، يعني مام اختها لأمك، وكان دايما بدنا ننتبه، والبنت ما بتعلي صوتها، والبنت ما بتحكي هيك، والبنت ما بتقعد هيك. فعرفتي بضل هيدا الشيء بهيك الخلفية تبعنا. إنه أنا طالعة على التلفزيون كنت حتى أعطي معلومة. بس هيك أوقات في ناس بينتبهوا لهيدا الشيء لأنه هيك بكب شيء نكتة معينة. بس أكيد يلي بيعرفني على الصعيد الشخصي بيختلف شوي عن أنه أكون قدام الكاميرا. إيه لا، أنا بوعدهم أنه حيشوفوا باسكال غير شيء بالمرة، لأنه صدقيني نحن أنت بتعرفي مننطر لتيجي باسكال ليتغير جونا كله. تعرفي في اشياء بالحياة كتير حلوة وبتكون كتير بسيطة، بس كتير بتخدم الآخر. ونحن اللي أخدناهم، نحن منعيش بالاشياء البسيطة. مش ضروري نحن يكون واحد شكسبير ليكون، نحن منعيش بهالاشياء اللي كتير صغيرة. هوني أنا كتير حابة أسألك إنه شو حسيتي أنت بعد مرور هالسنين؟ قديه لقيتي إنه حضرتك أنت عاملة دكتوراه بالكوميونيكيشن، يعني قديه مهم نعرف نحاور، نعرف نحكي، نعرف كيف نتواصل، قديه مهمة؟ وشو عندك شي هيك تخبرينا إياه نحن تنفعينا فيه، إنه تنفهم قديه مهم الإنسان يعرف يتواصل. هيدا البودكاست معمول حتى نساعد الناس تعرف انه ساعة اللي بدها فيها هي تختار السوفت سكيلز او كل هيدول المهارات تتعلمهم وتكبر فيهم وتقدم حالها لإلهم. لأن أنا مش دغري عملت الدكتوراه، أنا من بعد التلفزيون بوقت معين وقفني عن الهوا لأني كنت أنسانت، لحقوا شكلي أكتر ما لحقوا شي تاني. وأنا كتير بحب التعليم، فمشان هيك حسيتها هيك شوي مش عطيتني قيمتي أو ما عطاني قيمتي وقاسي هالتلفزيون. فقلت أنا لا، رح كفي علمي. عملت الماستر وعملت الدكتوراه وبلشت أعلم. أنا وعندي ولدين بعد ما جبت لين، وكارل كان اوريدي صار عمره 5 سنين. كفيت ماستر ودكتوراه، وكتير حبيت الدومين ودومين التعليم، ورجعت على التلفزيون. وأكيد صرت أعطي workshops، ومش بس أعلم وأعطي ثقة، لأن أنا شخص كتير كان يستحي وكتير ما عنده ثقة بحاله. وأنا أكتر مثال على أنه ما حدا بينتبه أنه كنت استحي أو أنا بستحي بعدني، أو أنه يمكن يكون ما عندي ثقة بحالي. وأكيد كل واحد فيه يشتغل عن حاله، وهيدا الهدف من هيدا البودكاست. بس قبل أنت كمان عندك روح النكتة، مش بس أنا. وفي كتير قصص هيك بتصير معك بتضحك، بتخبريني إياها عن جد لترالي ما بتصير مع حدا. صاير شي معك هيك شي بالاتيكيت عملتيه أنت غلط وقلتي إف معقول أنا اختصاصية اتيكيت أعمل هيك غلطة؟ صار كتير أشياء يعني إيه الواحد ما بينتبه. بس في شغلة هيك أثرت فيي، لأنه حسيت قديش إنه قد ما نقول إنه نحنا عنا حسن تصرف، وقد ما نقول إنه نحنا ما منجرح ومنجرب ما نجرح، وكرامات الناس شغلة كتير مهمة، إلا ما تقاعي. مشان هيك أنا دايما بقول ما نقول شي جميل، كلنا منوقع فيها. أنا بتذكر مرة
كانت عندي بنت مساعدة بالبيت عم بتساعدني، وبعدها جاي جديد صار لها أنجأ يمكن 2-3 عندي بالبيت. بس تري هي مهذبة أكتر مني، شو ما قلت تقلي يس، أنا أقول إنه فهمت. عرفتي؟ كانوا هيدول الجماعة اللي أنا حكيتك من وراهن. أنا بأستراليا رحت درست اتيكيت، كانوا جايين لعندي وعنا عشاء بالبيت، وأنا بعدني هيك مبسوطة إنه أنا بدي أبهرن، يعني أنا بعرف أعمل كل شيء على بيرفكسيون. جبت أكيد شيف من عشية ليساعدني وتكون الطاولة بارفات، بس الشيف وحده بده كمان حدا يقدر يساعده. قلت لها لهالبنت، وهي ما صار لها 3 أشهر برجع بقلك، بس لأنها مهذبة أنا اللي طلعت غلط. قلت لها ليكي هي السمكة تحمليها ورا الشيف، بس قبل ما تاخديها بتحطي هيدا البقدونس، فرجيتها اياهن بتمها للسمكة. فرجيتها كيف، قال فهمتي؟ قالت لي اوكي. نحن قاعدين هيك كلنا بالصالون، وانا انه عندي اتيكيت وكل شيء مرتب وكل شيء. بتجي الخادمة يا حرام مع الجات تبع السمكة وحاطة البقدونسات بتمها. لا حرام، لأن انت عملتي لها هيك، شفتي البادي لانجوج لحقته أكتر، هاي كوميونيكيشن كمان مشكلة. واو حرام، قد ايه بتكون حسيت حالها. اولا هي شو حست يا حرام، لانه الكل عندهم تهذيب كان سبق، وقلت لك ما ضحكوا. اول شيء هي واقفه بس الكل تطلع هيك فيها، ما بقدر اقول لك يعني مثل كانه شايف شوفي، يعني شخص ما بقدر افسر لك. وبدهم يضحكوا مش قادرين يضحكوا. أنا وقفت عم برجف قد ماني مستحية وملبكة، أخذت الجات من إيدها، كان برم الشيف أكيد مسيو طلع وخلص وبرمها للبنت ولتفوت ترجع على المطبخ، وصار في ضحك أكيد، لأنه بعدين استوعبوا شو صار وليه صار هيدا الشيء. واو، ما بقدر قلك شو انزعجت. مش من منظر البنت، كيف حطيت البنت أنا بهيك موقف. ومن وقتها قديه بيجي ناس بقول أنا ما نفتكر إنه نحنا منصير إنه، ولو بسمع كتير عالم إنه صار لها 6 أشهر ما بتعرف تحكي. طب كيف يعني ما بتعرف تحكي؟ أنا إذا رحت اليوم على سريلانكا ولا رحت على إثيوبيا ولا أنا ب6 أشهر رح أتعلم اللغة؟ no way. ولا بأي شكل من الأشكال. نحن منلومن ومنصير نقول إنه مدري قديه صار له، يمكن أقعد 10 سنين وما أعرف أحكي. بس صدقيني حطيتها بموقف كتير كتير بشع. ايه، بس لأنه كمان مثلا اللي عم تحكيه رح خبرك خبرية صارت معي عن التواصل. كمان فن التواصل. مرة كنا عنا وركشوب وفي مدام ما بتحكي أنجلي، فكانت يلي عم تعطي الوركشوب عم تحكي بين العربي وبين الأنجلي. لما خلصنا قلت لي ما فهمت شي. في مدام تانية معنا قلت لها ليه؟ كتير واضح كان الحديث لو ما بتحكي إنجليش هين. قلت لها ليكي رح ارجع انا احكيكي جملتين وخلينا نشوف هي شو كانت عم بتفكر لما يقطعوا كلمات معينة بالانجليش. انا رح قلك ذات الكلمة يلي كانت عم تنقال بالانجليش رح قلك اياها بالجابانيز. اوكي هن كانوا عم يحكوا عن الومن امباورمنت. فهي كانت عم بتقول انه نحن بحاجة لكل اور ليديز، يعني اوكي يمكن تفهم ليديز يكون عندهم هالامباورمنت. بلشت بهالكلمه، قلت له رح اقول لك اياها بغير شيء. حديثنا اليوم رح يكون عن هوسي نو امباورمنتا. اوكي هيدي بالياباني. رح نكفي نحكي عن امباورمنتا لانه هوسي لازم يكونوا قوية. عرفتي طلعت هيك في، قلت شو فهمتي مني؟ الومن هي هوسي مثلا بالجابانيز، امباورمنتا ما بعرف اذا عم بلفظها صح او غلط. قلت لها فهمتي شي علي؟ عن جد مش فمشان هيك لازم ننتبه كتير. وانا يمكن اول وحده بعمل هيدول الاغلاط، لان انا بحكي فرنش وانجليش وعربي وبنحطهم دايما بجملنا، وهيدي مشكله كوميونيكيشن لان نحن بنحكي 3 لغات. اذا الشخص اللي قدامي فهمان اكيد ه3 لغات ما في مشكله، ما عندي هالمشكله.
بس إذا شخص ما بيعرف فرنش أو إنجليش وأكتر probability على الفرنش، وهلأ قلت probability يعني أفضل إنه نكون عم نترجم، لأنه الكلمة بتجي على راسنا. مثلا قلت probability يمكن نقول هلأ النسبة أكتر إنه يكونوا ما بيفهموا فرنش أو إنجليش، فالأفضل فسرها. وأنا رح أعمل كتير هالغلطة، بس رح أرجع فسرها قد ما في قد ما في. أنا كتير بيجيني تعليقات على اليوتيوب قدي بحكي أوقات كلمات باللغة، ساعة بالإنجليزي ساعة بالفرنساوي، وهيدا كل اللبنانية نحن بنحكي هيك كلنا. وتتكوني طبيعية خصوصا لما بتكوني عم تحكي بيطلعوا هيك، يعني أوقات بنتبه ترجمة، وأوقات الجملة ما تضحك علي يمكن بدن أوقات إذا ترجمت بالعربي بلاقيها كتير قاسية. صح نحن كمان يعني عملنا هينة عن جد بلاقيها كتير قاسية. ومش من زمان كنت عم بدي أقول شي عن سكس ما كنت تلاقي لك كلمة بالعربي يعني في اشياء اوقات ما فينا نترجمها، وان شاء الله يتقبلوا منا انه رح نحكي اوقات بشكل كتير طبيعي. ان كان يمكن عم بعتذر يعني اذا طلع كلام من هلا احسن ما بس انه بنفهم اكيد لما واحد ما يفهم لغة معينة. اكيد ما منعلق. صح. ما منعلق. هلا ما في شك انه ما في بالاتيكيت بتقلك اذا اثنين عم بيحكوا لغه بين بعضهم وفي شخص ثالث ما بيفهمها، هيدي بتصير كتير. بيبقوا عم بيحكوا جمل كامله بلغه الشخص اللي قاعد مثل كانه، وخصوصا امتى لما بيكونوا عم بيحكوا ثلاثتهم سوا، شوي واحد بده يقول شيء للتاني بيقول له اياها بغير لغه الثالث مش فهمها. هون فريمون سي كاتاستروفيك. أكيد نحن بدنا نفيد الكل، وهيك محضرين لهم كمان هيك تيبس أو تقولي لهم شيء معين عن الاتيكيت يستفيدوا منه بحلقة البودكاست لليوم. أنا بدي بلش مثل ما بلشت أول شيء. أصلاً أنا ما عملت الاتيكيت اللي مظهر خارجي اللي بس نتعلم ناكل بالشوكة والسكين. لا، الاتيكيت هي الثقل تبعها، يعني في يقول ركنها الأساسي هي الأخلاق. من هون أنا رح أعطي هالتيبس اللي كتير ناس بتعرفه وناس ما بتعرفه. أنا بدي أقول قيمة الإنسان الحقيقية. إذا أنت عندك أخلاق بتساوي 1. إذا في جمال ومظهر بتزيدي عليهم 0 بتصيري تساوي 10. صح. هلأ إذا في مال كمان بتزيدي 0 صرنا 100. هلأ إذا في علم، في معرفة، في ثقافة، ولا أجمل، زيدي 0 صرنا 1000. كل هالإضافات بترفع من قيمة كل الأشخاص، ما في شك. ولكن إذا شلتي الأخلاق كل الباقي هو 0. واو، 100% اللي عم تقوليه صحيح. أنا بدي تيبس من عندك لنعرف قديه التواصل شغلة فريمون مهمة، نعرف نحكي مع الناس. التواصل شغلة عن جد كتير مهمة، وهي شغلة إذا عنا لاك فيها تعلم، فينا نتعلمها. يعني منا شيء كتير بعيد. مثل ما كنت عم بقول عن السوفت سكيلز، نمبر 1 فير أو الخوف الأول عند الكل هو البابليك سبيكينج، إنه نوقف ونحكي قدام الناس. مزبوط. تاني شيء هو الموت. فتخيلي قديه الإنسان أو قديه الشخص بخاف يتواصل من عبر إنه يعمل بابليك سبيكينج أو يكون عم بحاضر بالناس. فمشان هيك بس هيك رح أعطي كم تب كتير سريعين بالنسبة لهيدا الخوف. أنا حتى أتخطى الخوف بدي يكون عم بنتبه على شو عم بفكر، يعني بدي سيطر على تفكيري. في كتير ناس مع هيك الوقت بيصيروا يعرفوا يحكوا الانكونشسنس تبعهم والسبكونشس مايند تبعهم ويروقوا حالهم. قبل شوي كنا عم نحكي عن هيدا الموضوع. بتصيري انت بتتحكمي فيها، بتتحكمي بمشاعرك وبحالك. فهيدا الخوف يلي هو فيه يكون خوف من كل شيء هو بس براسي.
بدنا نتمرن عليه. بدي اتمرن انه غير هيدي الافكار اللي براسي. يعني انا اذا كل الوقت عم بقول انا اكيد ما رح انجح، انا اكيد لما اوقف رح خاف، اكيد رح اغلط، اكيد ما انا عم بقول له لدماغي اكيد رح تعمل هيدول اغلاط. فهيدا الشيء اللي بدي اهرب منه. بالعكس بدي اشوف حالي واقف عم بحكي بثقة، بدي اشوف حالي انا ناجحة، بدي اتأكد انه انا رح اعمل منيح. لو غلطت ما في مشكلة، ارجع يعني صلح، ارجع ابتسم. I have to control my mind. بدي سيطر على عقلي وعلى أفكاري يلي هي سلبية. كل ما تجيني فكرة سلبية بدي أطردها. لا، رح كون كتير منيح، رح حضر كتير منيح وحضر كتير منيح. بدي انتبه على البادي لانجويج تبعي، بدي أعرف كيف أوقف، بدي أتمرن قدام الكاميرا. صوروا حالكم، رجعوا شوفوا البادي لانجويج تبعكم، رجعوا شيلوا الصوت وشوفوا بس شكلكم عيونكم، وجهكم، ابتسامتكم، وقفتكم، ايديكم، كيف واقفين. كل هيدول راقبون، ورجعوا بنفس الوقت شيلوا الصورة واسمعوا الصوت. واضح؟ مفهوم اللي عم بحكيه مثل ما أنا بدي وصله؟ هيدول تبس صغار بتخليني مع الوقت إذا أنا مرن كتير منيح إنه كون أحسن وأحسن. وأهم شيء، ورح نعطيهم هيدول كلهم مع الوقت، مش رح أكيد أعطيهم بس اليوم، أكيد رح نضل نحكي عن هالمواضيع. بس أهم شيء العيون. أنا عيوني بتفضحني وبنفس الوقت عيوني بتخليني سيطر. يعني لما أتطلع بالشخص بده يكونوا دايما عيوني ستريت بعيونه، دغري بعيونه. ما بدي لا أتطلع فوق دغري بفقد مصداقيتي، ما أتطلع لتحت بتعطي خجل، ما أتطلع على الشمال ارجع أتطلع فيه كل الوقت بعطي تلبك. بدي أتطلع بالشخص دغري، وبعرف إنه هالتطليعة بتتعب شوي، فأنا عم برمش. ما ضروري حد فيه، ضل من وقت لوقت بغير نظرتي، بس ما حدق فيه. أكيد هدول هيك تبس بدهم تمرين كتير، ومع التمرين أكيد مع الوقت رح تزبط. يعني كل شي رح أحكي، ويمكن أنت مارلين كل شي رح تحكي هو كأن عم نعلمكم السواقة من دون ما تطلعوا بالسيارة ورا الجيدون وتبلشوا تسوقوا. ما فيكم تعرفوا تسوقوا إذا بس سمعتوا شو عم نحكي. بدكم تعطوا أنتوا البراتيك، وهيدي البراتيك هي اللي بتعطيكم الخبرة. نحن بدنا نوعد المستمعين، وإن شاء الله يكونوا كتار، إن شاء الله، ما هيك، إنه أول حلقة رح تكون عن الطلاق. رح تكون عن الطلاق، ونشوف قديه هل يا ترى في فراق راقي؟ نشوف كيف. هلأ ما في شك إنه الزواج رباط مقدس، ولكن إذا صار في طلاق الأفضل يكون نظيف ومكوي 100%. بقى هيدي رح تكون أول حلقاتنا من بعد ما اليوم عرفنا عن حالنا. رح أسألك بعد سؤال قبل ما هيك خبر قصة نختم فيها عن الاتيكيت. في قصص أوقات بنعملها غلط. أنا هلأ وبسمعك دايما بتقولي لما تكون قاعدين على طاولة مثلا ما لازم يكون حاطة تليفوني. هلأ أنا حاطة لونات، حاطة قلم، حاطة هالوراق، حاطة التليفون. هل هالشي غلط بالاتيكيت عادة؟ لما بتكون طاولة أكل في أكل موجود، أكيد مش مفروض ولا شيء يكون موجود. بكل الديانات الخبز مبارك، والأكل مش كل الناس بيصير لها يكون عندها طاولة ويكون عندها أكل. على الطاولة لما منكون عم ناكل الأفضل ما يكون فيه ولا سيلولار ولا عوينات ولا جزدان ولا شيء. ولكن حتى كواعنا، هلأ بتقولي لي طب ليه الكواع؟ الكواع قديما كانوا الطاولات ما بيهدوا، يعني مش إذا حطيتي إيدك هيك توقع. كانوا يحطوا بلانش ويحطوا عليها كل الأكل توقع. لما مع الزمن هيدي أول ما بلشت الاتيكيت كانت توقع. مع الوقت لقيوا إنه الإنسان لما ما بيكون حاطط إيده بيبقى متقوم أكتر، وهالشي للهضم أزبط. شوفي قديه الاشياء مدروسة
مش لأنه الاتيكيت طلع عبالة تقول إنه لا خلي ظهرك مفروض ما تحط لا، هالشي أريح لإلنا صحيا. من هون طلعت إنه بليز ما تحطوا كواعكم على طاولة، طاولة الأكل. طاولة الأكل. هلأ بس ينشال الأكل وقاعدين عم نشرب فنجان قهوة، أكيد رح نلقي على الطاولة ونكون طبيعية ونكون مرتاحين. بدنا نكون راقيين ولكن مرتاحين وطبيعية بالحياة. شو حلو لما تعرفي هيك الاتيكيت والأساس وكيف طلعت، مش إنه فلسفة لا. أو تفزلك أو رح خبرك خبرية. أنا بالجامعة كنت علم هيك شوية اتيكيت بس لبارتي الطلاب يلي بيظهروا إنه بيكونوا بعشاء عم بيتمرنوا على شغل أو هيدا. فمرة في طالب كان كتير رافض يتعلم الاتيكيت، فإجا مرة لعندي قال لي دكتورة أنا ما بدي أتعلم اتيكيت، بيي بفكرني إنه عم خنت أو ما بعرف شو. صرت أضحك أنا. قلت له أنا مش رح أعلمك أبدا، ولا تصير تخنت ولا شي تاني. هي سوري على الكلمة هو اللي استعملها يعني. قلت له لا أنا بس رح خليك هيك تكون مرتاح مع حالك قدام الناس وما تزعج حدا حواليك وما تخلي حدا يزعجك. فلما خلص الكورس قال لي منيح اللي أخدته لأنه عن جد خدمني. فعن جد الاتيكيت كتير بتخدم ومنا أبدا فلسفة، تفتح لك بواب كتير. بس بدي برجع بقول ورح ضل أقول خليها تكون حقيقية. صح. ركيزتها تكون الأخلاق، ومن هونيك كل البواب تنفتح لإلك 100%. رح أختم بقصة عن رجل عجوز هو فلاح وعنده حكمة حكي عنها، وهيك حتى نختم بهيدي الحكمة. بقرية من القرى كان هيدا الفلاح العجوز عنده حصان، وهيدا الحصان بيساعده دايما بأعمال الحقل. بيوم من الأيام هرب الحصان وراح صوب الجبل، واجوا كل القرويين اللي حدوا يا الله وشو صار فيك ويا معتر وشو بدك تعمل. فبيوقف هالفلاح وبيبتسم بيقلن مين بيعرف يمكن الحصان هرب ولا خيري. بيرجع بعد كم يوم هيدا الحصان بيعود لمطرح ما هو الفلاح ومعه عدد كبير من الأحصنة. بيرجعوا أكيد بتعرف الناس قديه أنت محظوظ وليك مثل ما قلت أنه طلع لخيرك وجاي هيدا الحصان ومعه كذا خيل، فواو قديه حظك حلو. بيرجع بيوقف هو بيبتسم بيقول ممكن يكون لخيري وممكن لا، ما منعرف شو جاي. بعد كم يوم ابنه لهيدا الفلاح بيركب أحد هالخيول يلي هو خيل بري وبيوقعه وبيكسر له أجره. بيرجعوا بيجوا كل هالناس وقدي حظك بشيع وابنك انصاب ومش رح يقدر يشتغل معك. بيروق هيك الفلاح وبكل هدوء بيقول مش مشكلة، مين بيعرف يمكن هيدا الشي لخيري. بعد أسابيع بيجوا جنود حتى ياخدوا شباب الضيعة حتى يكونوا عم يتجندوا معهم، وهيدا الشاب الوحيد يلي ما راح على الحرب لأنه كان كاسر أجره، وأكيد كتار منهم ما رجعوا على الضيعة. بس مرة جديدة بيجوا كل هالناس بيقولوا له قديه أنت محظوظ وقديه ابنك محظوظ بأنه كسر أجره وما راح على الحرب. بس كمان مرة جديدة كل هول قال الفلاح ما بعرف يمكن لخيري ويمكن لا. فقديه نحن أوقات في أشياء بتصير معنا بهيدي الدنيا منصير عم نندب حظنا كل الوقت، وليه أنا وليه صار معي هيك وأنا شو عملت وأنا كنت منيح وأنا كنت بجنن وليه هيدا صار معي. دايما إذا بفكر إنه كل شي عم بيصير حوالي هو لخيري إلا ما لاقي الخير من وراء هيدي الشغلة. مش معقول شو حلو. قديه صايرة معك مارلين؟ ياما دايما أنا بقول هلأ منعزي حالنا. صح. بتبلشي تعزي حالك إنه هيك الله بده وأكيد هالشي لخيري، بس ما بفتكر بتكوني مقتنعة فيها 100% بالوقت اللي أنت متضايقة. مع الوقت ما في مرة إلا ما بتقولي إنه مزبوط كتر خير الله إنه صار معي هيك، بس بدها وقت. بدها وقت وأكيد صايرة مع الكل، وأكيد صايرة معنا كتير مرات، وبتوصلي بعد فترة بتقولي. وأكتر مرة أنا مزبوط. صارت معي لما توقفت لأني حامل عن التلفزيون
وكانت آخر الدنيا بالنسبة لإلي، لأن أنا هواية التلفزيون، عشق للتلفزيون، it's my passion. ولما عملت الدكتوراه وبلشت أعلم ورجعت على التلفزيون مرة تانية، قلت قديه لخيري، لأن أول شي أنا صرت بمطرح تاني، أكيد طورت حالي، ولو ما هيك ما كنت كفيت علمي لأن ما عندي وقت كان. فدايما أبشع الأشياء اللي بتصير بحياتنا ويلي هي هاي الشغلة كانت لخيري، وأكيد صايرة مع الكل. يعني أنا بقدر أقول إنه الحلول بالحياة بدنا نعطيها وقت. صح. الوقت شغلة كتير مهمة، ودايما نآمن إنه كل شيء حوالينا أبداً. لمصلحتنا. أكيد. وما علينا نبرمج راسنا لو نحن عم نريح حالنا. شوفي حضرتك كنت عم تحكي هلأ شيء وأنا كتير دايما بذكره. كانت معلمتنا اليوغا تقول ما تكونوا انتو فيكتيم لأفكاركم، ما تحطوا انتو أفكار براسكم وتصيروا ماشيين فيها. وهيدا شيء كتير مهم، سينو ما منغير. إذا بدنا نكون ضحايا أفكارنا، ما حدا على طول عنده أفكار حلوة، ما حدا، ولكن بدنا نخليها تقطع. صح. ما منكون ضحيتها، ما منقعد ومنحط الهم ومنقعد عليه. هيك نحن عرفناكم على بي ام توكس. ان شاء الله هالدردشات وهالتوكس يلي حكيناهن مارلين وانا تكون فدتكم، سلتكم، واكيد عطتكم هيك شويه برسنتج تطوروا بحالكم. رح نكون معكم دايما حتى نعطيكم هيك تيبس، وان شاء الله نكون خفاف على قلوب الكل. واوقات رح يكون معنا ضيوف كمان ان شاء الله تحبوهم، وان شاء الله يكونوا كمان عم تستفيدوا من خبراتهم. شكرا لك، ورح نضل على تواصل مع الجميع إن شاء الله دايما.